تبدأ القصة بتاعتنا وبنروح لمكان مظلم، وبنروح لغرفة الاستجواب في مكتب الأمن، وبعدها بنشوف شخص حالته يائسة جدا، وبتكون حالته يائسة تمام وبيكون مرعوب. فجأة بتدخل على السكرتير وبتتكلم سيد شونغي شو جين، ضابط من الدرجة الأولى تابع لقسم الأمن لمدينة جيان. وأول ما بيشوفها بتفتح الباب بيصرخ على الفور، وبيكلمها هو بيصرخ على آخره أغلق الباب. بيقعد يكرر في الكلمة دي مرارا ورا تكرار، وبالفعل تجيب السكرتير الأمر وبتغلق الباب بهدوء، وبيكون في مكان الاستجواب، وبتكون هي بتحاول تستجوب وبتكلمه الآن يمكنك أن تخبرني ماذا جرى. وبيكون هو في حالة نفسية صعب، بيكلمها بقى وهو متوتر وخايف. لم تصدقيني حتى لو قلت لك ذلك. فجأة بتتعصب على المحقق، تكلمه وهي لا تحاول أن تخدعني، استعمال خيالك في تهرب من مسؤوليتك الجنائية عن جريمات. هل فكرت مليا فيما فعلته بأفراد عائلتك؟ وبنشوف العائلة تحت واللي بتكون متدمرة حرفيا وشكلهم ميتين بطريقة بشعة. وأول ما بيبص في التليفون على حدث الجريمة بيتفزع فور وكأنه شيئا ما حدث، وبيكلمها وهو مرعوب أبو سعيد أبو سعيد في حاجة وراك. بتبص وراها ما بتلاقيش أي حاجة، وفجأة بتكلمه وهي بتصرخ. بيكون السيد يي تحت الترابيزة ومرعوب. سيد شونغي أنصحك بالتوقف عن ممارسة هذه الحية. فجأة بتبدأ تكسر الأرض، تظهر عيون جبار واللي بتكون في غاية الرعب، بيكون شكلها مقزز وبتكون ظهرت حواليه، وبيكون السيد يي في قمة الرعب وبيكون مرعوب جدا. وفجأة بتبص له على هيئة وحش مرعب وبتكلمه سيد شونغي. يكون السيد مرعوب جدا، فجأة بيرمي الطاولة وبيصرخ حلق وبيتكلم لا تقتربي أكثر أرجوك توقف. فجأة بتحصل حاجة غريب وبيحط إيده جوه بقه واللي بيفضل يتك على حنكه جامد، وبيكون مشهد بشع. وبتكون السكرتيرة بتصل وبتتكلم ما الذي تفعله؟ ليساعدني أحد ما. تنتقل بينا الأحداث لمكان ترفيهي وبنروح لمجموعة من الطلاب واللي بتكون ثانوية مدينة جيان غرفة نادي النشاط الأشباه. بتشوف مجموعة من الطلاب واللي بيكونوا قاعدين، وبيتكلم واحد منهم عندما وصل ضباط الشرطة الآخرين. بيكمل كلامه وهو بيعمل مشهد مرعب كاد قد انطح. سمعت أنه قام بقلع وتمزيق لسانه كاملا من مكانه. بيكون اسم الطالب ده شيابي، وبيكون اللي بيحكي لصاحبه عن اللي بيحصل ده. بيكون صاحبه مرعوب، بيكلمه صاحبه بيقول له أنت راوي جيد للقصص المتعلقة بالأشباح، لدي شعور بأنني سأقابل أشباح هذه الليل. بيكون اسمه لي شون، بيكلمه صاحبه شيابين اللي كان بيخوفه وبيقول له أي قصة عن الأشباح ليست فقط وأن هذه مصدر القصة وفي الشرطة، ولكن أيضا أنها قد انتشرت في الإنترنت كالنار كالهشيم وفقا لتقارير الشرطة، وقد انتشرت في كل مكان عبر الإنترنت. بيكلمه هو بيرعبه على آخره وبيقول وحسب ما أعرفه هذه الحالة قد بدأت بسبب صور على الإنترنت وكل شخص رآها قد مات. وبيكون صاحبه مات على نفسه من الرعب حرفيا. وبيكمل كلامه شيابين لا تقص أعثر عليها من أجل. فجأة بينصدم صاحبه، بيقوم ياخد مني التليفون وبيقول له وبيزعق انتظر إن كان ما قتله للتو صحيحا إذا ليس علينا أن ننظر إلى تلك الصورة أليس كذلك. وبنشوف صاحبهم اللي كان بيكتب على الكيبورد وبيتكلم هل هذه هي الصورة التي كنتما تتكلمان عنها؟ فجأة بيتصدم الاتنين صدمة عمرهم، بيشوفوا الصورة المرعبة بيكونوا بيصرخوا على خير ومرعوبين. وبنشوف بطلنا يوان شينسي وبيقول لا تقلق يكون كل شيء على ما يرام. فبيتكلموا هم مرعوبين لما أنت واثق جد. وبيكمل كلامه إذا كنت ستموت بسبب النظر إلى صورة لكان العالم قد انتهى منذ زمن بعيد. وبالنسبة لأولئك الذين ماتوا أنهم قد مسهم طرف من الأشباح التي أصبحت تسكن أجسامهم. بيكمل كلامه وهو مش مهتم. حسنا يا رفاق وقتا سعيدا لكما علي أن أغاد. وبيتكلموا أصدقائه وبيقولوا كيف لك أن تتصرف مثل العجائز يجب عليك أن تقف على قدمي. بيتكلم واحد تاني هذا صحيح لما ترجع للمنزل مبكرا هكذا أنت لا تدرو. فبرد عنهم هو ماشي وبيقول لهم نلتقي في المرة القادمة. وبنروح لعائلة يوان شينس وبيكون وصل لبيته وبيفتح الباب بالمفتاح. وأول ما بيفتح الباب بيكلمنا وبيقول لنا اسمي هو يوان شينس، في الأصل كنت مجرد طالب جامعي عادي حياة عادية في عالمي السابق. قبل شهر ماضي جذبت إلي نوع غريب من الهذيان في المكتب القديم حيث كنت أبحث في المكتب عن كتب أقرأ، ولكن كان هناك كتاب مضيء بلون غريب والذي جذب انتباهي وأردت أن أقرأ. بالفعل بيكون في الوقت ده كان فتح الكتاب واللي بتظهر منه هالة شبهية وظلامية قوية جدا. وبسبب فضولي قمت بفتح دفتر ملاحظات على الأساطير الحضارية. بيكون كتاب مروع جدا. وجاء بيتحول الكتاب على هيئة قلاد بيرتبط مع روح. وبيكلمنا بقى وبيقول لنا ثم أتيت إلى هذا العالم وأصبحت تلميذا ثانويا في مدينة جيان. بيكمل كلامه وهو بيفتكر في أحداث الماضي والدا الملك الأصلي لهذا الجسد قد توفي في حادث وقوع طيارة مأساوي تاركين لي ميراثا ومبلغا كبيرا من التأمين على الحياة. يمكنني أن أعيش في حالة سهلة ولا أقلق بشأن أي شيء لمدة من الزمن. بيكون بيفتكر في حادث أبوهم وبيكون قاعد على القبر بتاعه. وبيكمل كلامه ولكن حياتي في خطر بسبب دفتر الملاحظات هذا مرة 30 يوم والعدد مستمر. وبنشوف الكتاب واللي بيكون في غاية القوة بيكون مكتوب فيه أن
النقاط الأسطورية 0%. فترة الحياة 30 يوم، وبتكون مكتوب بخط أحمر داك، واللي هي بتكون 30 يوم فترة الحياة. فجأة بيمسك القلاد، بيظهر منها الكتاب على الفور بطريقة سحرية وعجيب، ويبدأ اللي هو يفتح الكتاب، وبيكون مكتوب في الكتاب أسطورة شينس. النقاط الأسطورية 38,000. نقاط الخير والشر 200. القوة الروحية 0. فترة الحياة 92 يوم. الملاحظة 1. الأسطورة الحضارية التي تقوم بكتابتها ستصبح حقيقية في العالم الحقيقي. وأما الملاحظة 2. الأسطورة الحضارية التي قمت بكتابتها ستكون لها نطق واسع، وستعود عليك بالفوائد عبر اكتساب عدد من النقاط الأسطورية. وأما الملاحظة 3. أي شخص يموت بسبب أسطورة حضارية قمت بكتابتها ستعود عليك بالفوائد عبر اكتساب عدد من نقاط الخير والشر. وبيتكلم بقى هو شينسي وبيقول: وفقا لقواعد دفتر الملاحظات، عليك كتابة الأساطير الحضارية من أجل اكتساب نقاط الخير والشر في سبيل تمديد فترة حياة. بيبدأ يصفح في الكتاب، وبعد فترة الملاحظة دي وجدت أنه لطالما أنني قد كتبت الأسطورة الحضارية فهذا دفتر الملاحظات، فتصبح حقيقية وملموسة هذه الكتاب. يعني أي حاجة بيكتبها بتصبح حقيقية بالظبط. ومصدر الإلهام لقصتي الأولى كان حول الأم وابنتها في الجوار، واللتين كانتا تتعرضان للعنف المنزلي. بيكون مكتوب في الكتاب: في 2020 في الرابع من شهر مارس صورة قد جلت عبر الإنترنت في مدينة جيان. كانت هذه الصورة غريبة حق، مليئة بمقل عيون عملاق، وكانت غامضة بشكل كبير. في هذه مدينة جيان، طالما أنك قد رأيت هذه الصور وكنت مطابقا للأوصاف التالية: قاتل، مرتكب للعنف المنزلي، أيضا ترى مقل عيون عبر أي فراغ في المستقبل القريب، وسوف تظهر لك دون أي انذارات. بتكون شكل العين مقززة جدا. مقل العيون هذه ستحدق بالأشخاص الآخرين عبر كل أنواع الشكوك، ويزداد نموها بشكل مستمر، وستقوم بشكل مستمر وثابت بالتلاعب في عقل الأشخاص الآخرين، مسببة لهم بانهيار عقل، وفي الآخر سيجنون ويختارون الانتحار بطريقة بشعة. وبنشوف برضو اللي بيكون مكتوب في الكتاب: السابع من شهر يونيو سنة 2020 شونغي أنهى وقت استمتاع وعاد إلى المنزل ورائحة الكحول تفوه منه، ولأن المياه الاستحمام لم تكن ساخنة بالدرجة الكافية نزع حزامه وبدأ في الضرب. لولا أن بيكمل بطلنا كلامه: دفتر الملاحظات أيضا يمتلك ميزة سحرية. أي شخص قد رأى الصور وتم تحديده كهدف لمقتل العيون سيكون قادرا أيضا على رؤية الصور. وبالفعل بنشوفه هو بيضرب عياله بعد ما بيخلص معهم وبيعذبهم، ويروح يصفح في الإنترنت، وبيكون قاعد في مكان الاستحمام، ولكن فجأة بيشوف الصور. كل ما يتعلق بتجربته سيتم تدوينه مكتوبا على صفحات كتاب حقائق الأسطورة الحضارية. وبعد ما بيموت الراجل ده بطريقة بشعة جدا، واللي حرفيا طريقة بشعة، بتزيد نقاط الخير والشر بنسبة نقطتين، النقاط الأسطورية بنسبة 370. وبيتكلم بطلنا من تاني: صفحة مقابل كل شخص زائد نقاط الخير والشر مقابل كل شخص. واعتمادا على مدى تأثير القصة التي أكتبها، النقاط الأسطورية التي يتم مكافأتي بها تتراوح بين 300 إلى 400 نقطة. وبعدها بيقفل الكتاب. بيتكلم بقى هو بيتنهد: هذه القصة غير كافية من حيث اكتساب النقاط. لقد مر شهر الآن وتم تمديد فترة الحياة التي كانت في البداية 30 يوم وصارت 92 يوم. أحتاج إلى قصص جديدة وجيدة لمعاقبة مرتكب الشرور. بيكمل كلامه وهو متوتر ومرعوب: غير ذلك عندما يصبح عدد الأيام صفر أخشى أنه سيتم ابتلاعي من الهاوية وسوف أموت بالفعل. وحرفيا القصة دي مليانة دم كتير، فحاول يعني ما تخافش من الدم وكده يعني. وبنروح لثانوية مدينة جيانغ القسم كي. بنشوف مجموعة من الطلاب قاعدين. بتتكلم واحدة من الفتيات: هذا الفتى جيد بالفعل في النوم، يستمتع في النوم لطوال الوقت. شينس لقد انتهى دوام المدرسة الطيق. وبتكون في فتاة بتصحيه، وبتتكلم فتاة من اللي هي قاعدة وهي بتضحك، بتتكلم صاحبتها يعني: هذا الفتى جيد بالفعل في النوم، يستمر في النوم طوال اليوم. وبتصحي واحدة وبتقول له: شينسي لقد انتهى وقت دوام المدرسة الطيق. وبتتكلم واحدة منهم ثالثة: لنذهب إلى النادي. وبالفعل يبدأ شينسي اللي هو يستيقظ ببطء وبيبدأ يتمط. وبيتكلم بقى وهو لابس الشنطة وماشي: أنا نعسان جد، لقد سهرت حتى الساعة 3 أو 4 صباحا ليلة أمس محاولا إيجاد إلهام لقصتي الجديد. بيكون عنده ألم في الرقبة. بيتكلم وهو وحيد وماشي لوحده: يا حسرتاه، يبدو أنه من المحال أن أعثر على الإلهام لقصتي الحضارية الجديد في نادي الأشباح. إنه نادي حيث لا يقومون بأي شيء سوى مشاهدة ولعب الألعاب الفيديو طوال اليوم. كمل كلامه وهو ماشي ونزل من على السلم: من الأفضل أن أبعث لهم رسالة بعد ذهابي إليهم اليوم. وبالفعل بيبعت الرسالة اللي هو مش هيروح النهارده يعني، واللي هو سهر طول الليل وهيقعد ينام للمنزل. وبيكونوا باعتين له رسائل متضايقين فيها. بيكون هو متوتر بيتكلم في نفسه بقى وبكل جدية: هل تمزحون؟ إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لي. فجأة بيبص في الشارع اللي جنبه، بيسمع أشخاص ماسكين واحد وبيضربوا فيه وبيقولوا له: هل تتمنى الموت يا ابن
الله، كيف تجرؤ على الشكوى إلى المعلم بعد أن سلبنا منك مبلغ 50 يوان؟ ألم تعد ترغب بالعيش بعد الآن؟ فبرد عليه الواد وهو بيصرخ: معلش أنا كنت غلطان، أبوس إيدك سيبني. فجاء بيتكلم بطل وبيتكلم 5 ضد شخص واحد، ألا تشعرون بالخجل؟ فجاء بيبص المتنمر وراه، فجاء بيسيب الواد ده وبيروح يزعله وبيقول له: من تكون أنت؟ هل تريد أن تموت؟ وفجأة بيتكلم واحد وهو مصدوم: يوان شينسي. وزي ما يكون بطلنا لعبهم حرفيا، بيكلمهم بقى بكل جدية وهو غضبان: أنتم يا رفاق تعرفونني أليس كذلك؟ بيكلموا واحد من زمايله وهو بيحذره بيقول له: رين انسى الأمر، هذا الفتى مجنون. وبيتكلم هو بقى زي المتنمرين وهو بيصرخ: نحن لسنا خايفين منه. بيكمل كلام الواد ده وهو مرعوب على اخره: في السداد السابق 5 منا قاموا باعتراض، و3 منهم قد دخلوا الى المستشفى، وواحد منهم لا يزال في عطله مدرسيه الى الان. ارجوك توقف عن ذلك ايها الزعيم. وفجاه بيجيب الزعيم ورا، بينظر لهم بطانه بصه حاده، وبيرموا العصايه على طول، بياخدوا نفسهم ويمشوا. وبيتكلم الزعيم وهو ماشي: انا جاي لنذهب لاكل شيء ما. بعدها بيشكروا الولد، بيكون اسمه شياو شا، وبيقعد يشكر فيه على طول. كلم يوان شينسي في نفسه: انه انا من يجب ان عليه ان يشكره، لانك قد الهمتني لقصه جديده. بعدها بيروح البيت وبيبحث عن الكمبيوتر وبيكتب: التنمر المدرسي يهدد المدرسة. التنمر في الحرم ظاهرة اجتماعية تشبه السرطان، وهي منتشرة في جميع أنحاء المدرسة. تظهر معلومات كتير وتفاصيل كتير عنها، وأهم الحاجات دي أكثر من 80% من تلاميذ الإعدادية قد تعرضوا للعنف داخل المدرسة، وبيكون 38450 تلميذ قد تعرضوا للعنف وذهبوا إلى المستشفى، وقد صرحت 46% من المدارس بذلك. بيتكلم شينسي في نفسه: يبدو أنه مهما يكن العالم الذي تعيش فيه، حوادث التنمر متواجدة في كل مكان. بعدها بيفكر شويه، بيمسك القلاده بتاعته وبيفتكر الواد اللي كان بينضرب ما كانش ليه اي ذنب في اي حاجه. وبيتكلم: المتنمرون يستهدفون الذين لا يمتلكون اي دعم او مساعده، تاركين اياهم بدون اي حظ ولا دفاع لدعم المعتدي عليه، اخذين السلطه ويدوسون على الضعيف. يجب ان يرى حدا لذلك. وبيطلع الكتاب المشؤوم. بيكمل كلامه وهو بيكتب: فقط عبر تمكين المعتدي عليه بالادوات اللازمه لرد المعتدين، وايضا عبر الكشف عن بذور العنف التي قد تختفي تحت قناع الهدوء لبعض المتنمرين، لأنهم يفعلون كل ذلك في الخفاء. بيبدأ يكتب بكل هدوء. تظهر النقاط الأسطورية 3000 نقطة في منتصف الليل في موقع إنترنت يدعى اتصالات الجحيم. أدخل اسم الشخص الذي يكرهه، ومن ثم يمكنك أن ترى الفتاة من العالم السفلي واسمها يومينغ من الجحيم. وبنشوف حدث تصويري، وبنشوف شويه من المتنمرين اللي بيكونوا بيضربوا واحده زميلتهم في المدرسه وبيكلموها: قد قيل لك لا تاتي الى المدرسه وما زال لديك الجرأة على القدوم. بيكونوا بيسجلوا الحادث، وبنشوفهم هم بيضربوها وبيضحكوا بكل شر، وبتتكلم اللي شعرها اصفر وهي بتضحك على اخرها: انت قبيحه للغايه ومع ذلك تاتين الى هنا لتلويث عيوني الجميل، لو كنت مكانك كنت قد قتلت نفسي منذ زمن طويل. تتكلم واحده ثانيه واللي بتكون بتصور: هل تصدقين ذلك؟ انها تضع المكياج السر، انه شميزات. وبتقرب منها الفتاة اللي شعرها اصفر دي، وبتكون الفتاة تك على خيرها، وبتتكلم الفتاة اللي شعرها اصفر واللي بيكون اسمها شيهي كيرو: بسرعة التقطي صورة لهذه الوجه المثير للغثيان، اذا كنت قد رأيتها في الشارع لكنت قد اعتقدت انني رأيت شبح. وبتكمل كلامها: انظري الى تلك الوحمة التي لديها. بتكلمها من تاني وهي بتصورها: انت غاضبة للغاية، ما زلت تحاولين المقاومة والرد. وبيزيدوا ايديهم عليها وبيضربوها وبيشدوها من شعرها. تتكلم الفتاة وهي بتبكي على خيرها: يا رفاق أنتم من جعلتوني أفعل ذلك. وبتمسكها من شعرها أكتر وبتقول لها: ما هذا بحق الجحيم، موتي، اللعنة علي. وبتكمل كلامها: هذا يقتلني بالضحك، هل تخططين لاستخدام هذه الزهرة لقتلي؟ يا للحماق. وبتقطع الزهر. أول ما بتعمل كده تقطع صوابعها وبتسيب الفتاة على طول، وتكون الفتاة مصدومة. بتتكلم: شياو، ما الذي يحدث لك؟ تبدأ الفتاة تتحول لوحش شيطان، وبتكون شبح مرعب، وجاء بتصوت الفتيات وبيكونوا عايزين النجد. واخر حاجه كانت الكاميرا صورتها هو هروب اصدقائها من المكان، واللي بيبدا الشبح يسيطر عليها ويمتص جسمها ومتسقط حياتها وبتقع على الارض ميت. بعدها بنروح للفتاه دي واللي بتكون قاعده على كرسي استجواء، وبيكلمها شخص: هل انت الشخص الذي في ذلك الفيديو؟ بترد بالاجابه وهي مرعوبه، بتقطع في الكلام. وبنروح لجامعه جينغشي لمكتب المدير. بيتكلم الشخصين دول: اعتبارا من الساعه 8 صباحا في هذا اليوم تجاوز عدد المتوفين بشكل غير طبيعي في هذه المدينه 200 شخص. وبنشوف دي واللي بتكون المساعدة تشيشيا، وبتتكلم المساعدة وبتقول: تماما مثل شيكارو تظهر اختباراتهم موتا دماغيا كاملا دون اي علامات على التدخل البشري في ذلك. وبتكون الفتاة في حالة صدمة نفسية حرفيا. وبتكمل كلامها المساعدة: وانت هي المشتبه به الوحيد الذي حددته الشبهة الخاص. بتكلمها منظرة دي اللي بتكون شعرها ابيض وبتقول لها: لقد كنت على اتصال بعذراء النابعة الصفراء في العالم السفلي، اليس كذلك؟ اخبريني بالتفاصيل. وتكون دي سيدة الشعبية الخاصة الاسم الرمز بتاعها تشين غتشي،
هي بتتكلم المساعدة وهي بتزعق. هذه هنا هي تشينغ تشي، رئيسة الشعبية الخاص، وهي الوحيدة القادرة على إنقاذ من الموقف الذي أنت فيه حاليا، لذا فأنا أمرك ألا تقوم بمحاولة خداعنا أو إخفاء أي شيء عنه. وبتخضع الفتاة لضغطهم النفس، وتبدأ تحكي لهم على كل حاجة وبتكلمهم. قبل أيام قليلة في منتصف الليل ظهر منشور غريب في منتديات بحيث لا يمكن حذفه أو التعديل عليه، ثم تم تثبيته على الفور. وكان محتوى المنشور حول الأسطورة الحضارية لعذراء الينابيع الصفراء. بيكون مكتوب: فقط في منتصف الليل تستطيع الوصول إلى عذراء الينابيع الصفراء إذا قمت بإدخال اسم شخص تكن له الضغينة والكراهية في هذا المكان، فتظهر العنابيع الصفراء وتسحب الشخص الذي سبب لك الاستياء إلى أعماق الجحيم. بتكمل كلامها: في البداية اعتقدت أن الجميع أنه كان ترويجا من نوع لعبة أو انمي جديد، لم يصدق أحد أن الأمر بالله. وبتبدأ تظهر حاجات كده هنختصرها المرة دي. انتظرت حتى منتصف الليل، نقمت على رابط المنشور وظهرت الصفحة الحقيقية: سوف أزيل الضغائن من أجل. وبالفعل تبدأ تكتب الرسالة. تتكلم إياها في الوقت ده: أعلم أنه لا يجب أن أؤمن بهذه الأشياء التي لا أساس لها، وأنا أعلم أنه إذا كانت هذه الأسطورة صحيحة فقد تؤذي الناس. وبتكمل كلامها لكن وبتكون بتدوس على انت. تفتكر لما كانت قاعدة مع المعلمة والمعلمة كانت بتكلمها بكل اشمئزاز وغرور، وبتكلمها رقصة التانجو تتطلب وجود شخصي، وبتكون بتفهمها اللي هي عديمة الفائدة واللي هي ملهاش أي 30 لازمة في الحياة، واللي هي تدرك الأمر بنفسها. وبتفتكر برضه لما كانت عند والدتها ووالدتها بتكون بتضربها على خيرها وبتقول لها: ماذا؟ هل تريدين أن تنتقلي من هذه المدرسة إلى أخرى؟ هل تعرفين كم عملت بجد لتحمل تكاليف هذه المدرسة من أجلك؟ وبتكون بتضربها بكل قسوة. بتفتكر زمايلها واللي كانوا بيتنمروا عليها وبيقولوا لها: أيتها القبيح انقلعي من هنا. وبتتكلم وهي غضبانة: لقد طفح الكي، لقد اكتفيت من هذه المعاناة في حياتي هذه. إذا كانت تلك يومي تستطيع مساعدتي اللي هي عذراء يومي يعني، فلما لا أقدم لها أنا حياة. وبتكون قصدها اللي هي تقدم حياة الناس اللي بتكرهها. وبالفعل تتكى انت، تظهر رسالة بمشهد دموي: تم تسليم الرسالة. وبتستنى ثانية ثانيتين، كمل كلامها وهي لسه حزينة وبتعيط: عندما عدت إلى رشدي كنت بالفعل في غرفة نومي، وفجأة بتحس بالدوار الشديد وبيظهر صوت: هل أتيت للبحث عني؟ وبتكون الفتاة مصدوم وبتظهر يومين من العالم السفلي. وبتتكلم الفتاة وهي مش مصدقة ومرعوبة، وهي بتقطع في الكلام: هل أنت عذراء يومي؟ وبترد بالإجابة، وبيكون اسمها عذراء يومي حب الهاوية. وبتكون الفتاة مرعوبة منها، وبتكلمها عذراء يومي وبتقول لها: لا تخاف، أنا هنا لإنهاء الكوابيس الخاصة بي. تبدأ اللي هي تقترب منها ببطء وبتقول لها: تعالي خذي هذه. وبتكون وردة غامضة، وبتكلمها وبتقول لها: إزالتك البتلاء إشارة إلى أن كليتنا قد دخلا رسميا في اتفاق. بتكلمها من تاني: سيتمنا في كل من تكنين لهم الضغائن على الفور إلى الجحيم. وبتكون الفتاة شكلها ارتاحت شوي، وبتكون حاسة بتأنيب الضمير. وقاعد بتكمل العذراء يومي كلامها: ومع ذلك بعد نفيهم ستنزل روحك أيضا إلى الجحيم. وقاعد بتنصدم الفتاة صدمة عمرها وتكون مصدومة تمام. تكمل كلامها عذراء يومي وبتقول لها: لعنك للآخرين سيزيد من الكرم الخاص بك، ولن يسمح لروحك بدخول أرض النعيم المطلق. تبقين عالقة في الجحيم إلى الأبد وتعانين من الألم وعدم اليقين، والأمر متروك لك لكي تقرري إذا كنت ستنزعين تلك البتلات أم لا. فجأة بتبدأ تهمس في ودن، تحصل أشياء غريبة وبنرجع للواقع، واللي بتكون بتحكي للفرقة الخاصة. تتكلم تاني وهي بتعيط: عندما استعدت وعي وجدت نفسي بالفعل في غرفتي، وجميعكم تعرفون ما حدث بعد ذلك. فجأة بتستخدم منظر عينها الجبار واللي بتعرف تحدد مدى قوة اللعنة اللي عليه. وبتتكلم من الفرقة الخاصة وبتقول وهي في نفسها: اللعنة، هل هذا هو ثمن القيام بقتلهم؟ كلمها بقى بكل برود وبتقول لها: لقد كنت على اتصال مع أشخاص آخرين في اليومين الماضيين، أليس كذلك؟ هل لاحظت أي شيء غير عادي عنهم؟ فبترد الفتاة دي بالنفي. تتكلم مشاعرة في نفسها واللي بيكون اسمها تشينغشي: يبدو أن هذه اللعنة لا تحتوي على عدو، فهي لا تؤثر إلا على الأشخاص الملزمين بالعقل. تبدأ تكشف عن يدها القوية وبتكون خلعت الجوين. وبتتكلم في نفسها: مستوى القوة الروحية لتشيشيا واللي بتكون الفتاة اللي بيستجوبوها يعني منخفض للغاية، لا يمكنها رؤية تفاصيل هذه اللعنة بوضوح، يجب علينا أن نتدخل شخصيا. وبتتكلم السكرتيرة بتاعتها وبتقول: ما الذي قد اكتشفته السيدة تشي؟ إنها في الواقع تلجأ إلى يد السرقة. يقال أن اليد تمتلك القدرة على سرقة أي شيء، سواء كان شيئا ماديا أو وجوديا ضميريا، يمكنها السرقة دون عناء. فجأة بتستخدم قوتها الروحية الجبارة. وبتكلم الفتاة: ابقي ساكنة، أنا أعمل على إزالة هذه اللعنة عنك. وبتكون الفتاة بتتنفس بالعافية. تتكلم السكرتيرة نفسها: تكلفة استخدامها تتمثل في أنه في كل مرة يتم فيها توظيفها ستسرق يد السارقة أيضا شيئا ما من المستخدم، ليس فقط ملابسه أو متعلقات، ده حتى ممكن
تسرق حمد الوزير. وبالفعل تبدأ تسرق اللعنة اللي موجودة على الفتاة، وتكمل السكرتيرة كلامها ولكن شيئا مأخوذا مباشرة من المستخدم نفسه، سواء كان كبدا أو طحلا أو حتى قلب. وبالفعل بتكون عملية السرقة ناجحة، ولكن مفاجأة، وأول ما بتوصل طاقة التشيب بتاعت السيدة الخاصة دي جوه الفتاة وبتلمس طاقة الظلام بتاعت العالم السفلي، تصرخ الفتاة بطريقة بشعة واللي بتدمر الجزاز وبتدمر كل شيء حرفيا. بتكون السكرتيرة خايفة على السيدة بتاعتها وبيكونوا مرعوبين. تنتقل بينا الأحداث لبطلنا واللي فجأة بيحس بحاجة وبيبص وراه، وبيبص على الممر واللي بيكون فاضي تمام، واللي فجأة بيستخدم عين الكشف وبيتكلم. ما الخض؟ يبدو أن نافذة مكتب المدير في المدرسة قد انفجر. بيكون هو أول واحد حس بالموضوع ده. بيسمع الناس وهي بتتكلم وبيكون في أشخاص بيتكلموا. هل سمعت تلك الفتاة المزعجة من الجامعة شيهيكارو ماتت فجأة؟ بيكمل كلامه شخص تاني. شخص ما رأى ليلا من نفس الفصل يتم استدعائها إلى مكتب عميد المدرسة. يكلم واحد ثالث. إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، ألم تكن تلك شيهيكارو تتنمر دائما على تلك الفتاة ليلا؟ هل يمكن أن تكون حادثة العذراء يومي من المنتدى حقيقية؟ فجأة بيطمن بطلنا وبيتكلم في نفسه. يظهر هذا الاسم على أنه السطر الأول على صفحة عذراء يوم، ويفترض أنه ينتمي إلى أول شخص التقى بعذراء يوم. وبنشوف المكتوب في الكتاب: قامت ليلى الطالبة من جامعة جيانغ بتسجيل الدخول إلى موقع عذراء يومي في الصباح الباكر، وكتبت اسم زميلتها في الفصل شيهيكار، ثم التقت بعذراء يومي في الليل، وقيل أن شيهيكارو ماتت فجأة. ومع ذلك خلال الأيام القليلة التي ترددت فيها ليلى بشأن إزالة بتلات، ظهرت عذراء يومي. زاد عدد الأشخاص الذين اتصلوا بعذراء يومي بشكل كبير. بيكمل بطلنا كلامه: ثم قمت بإنشاء العديد من الحواجز النفسية لمنع الأذية عن الناس الأبرياء، فقط من لديهم استياء كافي يمكنهم كتابة الاسم في الموقع. يعني هي برضو مش مطلوبة، يعني أي حد كده زهقان من واحد يروح يكتب زي ما أنا زهقان كده عشان مفيش داعي. بيكمل كلامه: ولكن في غضون أيام قليلة مات ما يقرب من 100 طالب في مدينة جيان. إنه أمر مفرط حق. وبنشوف نقاط الخير والشر اللي بتكون زادت بنسبة 1%، والنقاط الأسطورية زادت بنسبة 155 نقطة. أسطورة العذراء يومي من ناحية الانتقام تتجاوز ما كنت أعتقد أنها ستحقق، ولكن النقاط المحصول عليها قليلة جدا، وبتكون النقاط قليلة خالص. وبعبارة أخرى، وفقا لدفتر الملاحظات، لا تبدو حوادث التنمر شديدة مثل العنف المنزلي، لذلك لا يمكن الحصول على الكثير من النقاط الأسطورية ونقاط الخير والشر. باتباع هذا المسار لا داعي للقلق بشأن فترة حياتي على المدى القصير. وبنروح لسجلات الأسطورة الحضارية. نقاط الأسطورة الحضارية 23,000. نقاط الخير والشر 300. القوة الروحية 0. فترة الحياة 99 يوم. لذلك حاولت الليلة الماضية إضافة بعض النقاط إلى قيمة القوة الروحية الغامضة هذه، وبالفعل في الوقت ده كان بيزود بالقوة الروحية بتاعته، وتكون القوة الروحية تزداد بنسبة نقطة. وبيتكلم يوان شينس في نفسه: يبدو أنه لا شيء قد تغير. وبيتكلم: لنحاول إضافة بعض النقاط. فجأة بيحس بقوة جبارة اللي بتبدأ تضيء عينيه باللون الأحمر. وبيتكلم في نفسه: أضفت ما يصل إلى 9 نقاط دفعة واحدة. فجأة بيصرخ على الآخر وبشكل غير متوقع: دفعت نفسي إلى أقصى حدودي حتى أنني فقدت وعي. في الأثناء دي بقى كنا بنشوفه وهو بينط من على السلم ويجري زي القرد. وبيتكلم بقى وهو بيجري على آخره وسرعته جبارة. لكن عندما استيقظت في اليوم التالي أدركت أن قدراتي الحسية لم تتحسن بشكل كبير فحسب، بل تضاعفت أيضا قدراتي البدنية. فجأة بينزل على الأرض بكل رشاقة. وبيتكلم بقى وهو واقف: يبدو أنه لطالما وصلت الكتابة ربما أمكنني أن أصبح إنسانا خارقا أو خالد. تنتهي بينا الأحداث للفرق الخاص، واللي بيكلموا الفتاة وبيقولوا لها من غير ما يطمنوها: هذه اللعنة قوية ومرتبطة بروح، لكن لحسن الحظ لن يؤثر ذلك على أي شخص آخر لفترة من الوقت، وبعد ذلك سيأتي قسم العمدة ويأخذك بعيد. وعرفنا إزاي بقى اللي بطلنا يستخدم عين الكشف بتاعته، لأن حواسه كلها اتغيرت 180 درجة، وبيستخدمها من تاني، واللي بيكشف بقى عن كل الأشخاص وبيسمع كلامهم كله. وبيسمع الفرقة الخاصة واللي بتكلم الفتاة وبتقول: يا خايفة، ماذا يحدث لي؟ سيتم. بيردوا عليها وبيقولوا لها: سيتم احتجاز. وبتتكلم تشي اللي هي سيدة الفرقة الخاصة وبتقول: لكنني سأكتب في التقرير أنك تصرفت وفقا للدفاع عن نفسي. وبتكون السكرتيرة مبسوطة فرحانة باللي سيدتها بتعمله لأنها لطيفة خالص. وبتكون الفتاة بتشكرهم وهي بتعيط. بتتكلم مع السكرتيرة بتاعتها وبتقول لها: دعيني نزهة. فجأة بتحس ان حد بيراقبها وتبص وراها على طول. فجأة بينصدم بطلنا صدمة عمر. بعدها بتبص المحققة وراها بسرعة وبتتكلم السكرتيرة معاها سيدة تشي مع الخاض. وتتكلم هي في نفسها: لدي شعور بأنني مراقبة. وبتكلم يوان شينس في نفسه مرعوب ومستخبي إنها قادرة على الرؤية اللعن. وبتكون السيدة تشي دي رايحاله وبتتكلم في نفسها: هل يمكن أن تكون هل تمتلك أيضا قدرات خارقة للطبيعة؟ وبتكون السكرتيرة عمالة تنادي عليها. وبتتكلم السيدة تشي دي وبتقول: هل اختبأ؟ وبيتكلم يوان شينسو ومرعوب حرفيا وبيقول: من هي بالضبط؟ هل هي من مكتب الأمن العام؟ من محادثاتهم الآن يبدو أنها هنا للتحقيق في مسألة عذراء يوم. وبتكون رايحاله
وبيقول يوان شينس في نفسه إنها قادمة، وبيكون بيدعي وبيستغيث إن هي ما تشوفوش، وبيتكلم وهو ماسك القلادة بتاعة الكتاب. لا يمكنني السماح لها باكتشاف هذا الدفتر على الرغم من أنه في شكل قلادة الآن، لأنه مكانه مكشوف. وبتكون ماشية ورايحاله، فجأة بتكلمه وبتقول له لقد وجدت. وبنكتشف اللي هو صديق من أصدقاء بطلنا واللي بيكون مكتفه تماما. بيتكلم يوان شينسي وبيقول لماذا أنتما هنا يا رفاق؟ وبيكونوا أصدقاء من نادي نشاط الأشباح. وبيكلموا الواد التخين وبيقول له أيها الفتى لقد اختفيت بعد نهاية دوام المدرسة مباشرة. وبيتكلم اللي شعره برتقالي وبيقول أخيرا ها أنت ذا، تعال ستأتي معنا إلى نادي الأشباح. وبيتكلم يوان شينسي معاهم وبيحاول يهديهم. يمكنكم أن تتركوني الآن سأذهب معك. وتكون السيدات شي من الفرقة الخاصة بتبص وما لقيتش أي حد، لقيتهم مجرد طلاب عاديين. فجأة بتتكلم في نفسها، رفضته في التفكير، ولكن فجأة بيجي لها مكالمة وبترد وبتقول إنها أنا. بتكلمهم في الموبايل وبتقول لهم حسنا سأعود حالا، وشكل فيه إن في الموضوع. وبنروح لغرفة النشاط لنادي الأشباح وبنشوفها بطلنا واللي بيكونوا داخلين الباب من النادي. فجأة بيكلمهم يوان شينسو وهو مخنوق ومش قادر. هل يمكنك تركي الآن؟ هل أنت خايف من أن أهرب حقا؟ فبيرد عليه صاحبه وبيقول له نعم هذا صحيح. بيرد عليه صاحبه التخين وبيقول له تتطلب أنشطة النادي ما لا يقل عن 3 أشخاص. إذا اكتشف المعلم أننا نحن الاثنين فقط المتواجدون في النادي كل يوم، فسيتم حل النادي حالا. بيكلمه يوان شينس بقى ومتوتر، عذرا كان لدي شيء للقيام به. وبيقولوا له توقف عن الكذب. فبيرد عليه وبيقولوا له يا كذاب يا اللي ما فيش منك اتنين. وبيكونوا عملوا مركز حمد الوزير لان بنشوف بنات خلابه. وبيتكلموا بقى وبيقولوا ماذا يمكن ان نفعل سوى النوم او كتابه الروايات. وبيكلمهم يوان شينس وبيقول لهم حسنا دعونا نسميها خارقه للطبيعه في الوقت الحالي. وبيتحمسوا الاثنين وبيروحوا له وبيقولوا له ورينا بسرعه. بيكون التخين اختار مروحه حديديه لاسم الروايه يعني، والتاني اختار مرض السرطان الدماء. بيكلمهم يوان شينسي وبيقول لهم انتم لا تزالون في مرحله التخطيط، انها مجرد مسود. وبيتكلموا بقى هم غضبانين شينس انت حقا لست ممتع، انت لا تعاملنا كاخوه لك. وبيتكلم التخين بالضبط حتى اننا اظهرنا لك زوجاتنا ثنائيات الابعاد. يرد عليهم شينسي وهو متوتر لنتحدث عن ذلك عندما انتهي من الكتاب. بيكمل كلامه من تاني وهو متوتر وهل ذلك الشيء يمكن ان تروه اساسا. وبيكون بيتكلم على كتاب الاسطوره الحضاريه. وبيتكلم اللي شعره مني وبيقول انت تبدو وكانك تعاني من حاله انعدام الالهام عند الكتاب. وبيتكلم التخين ولابس النضاره برضه وبيقول الطلاب في الفصل كانوا يتناقشون حول هذا الموضوع خلال الايام القليله الماضيه. ربما يمكنك ان تمنحك هذه القصه بعض الالهام وسوف يبحث عنها اخيك من اجل. بيتكلم يوان شينسي انت لا تتحدث عن مكملش كلامه لان التخين بيقطعه وبيقول له هذه الاسطوره الحضاريه التي انتشرت مؤخرا في منتدى بيبداوا في الكتابه على الكمبيوتر. بيكونوا بيضحكوا كل شهر وعاملين نفسهم اللي هم بيخوفوه يعني. الله يخرب بيتكم، امال لو تعرفوا اللي هو مؤسسها هتعملوا ايه. بيكون مكتوب في الكمبيوتر اعاده توجيه الى منتدى ليتم تحميل صفحه عذراء يومي. بيكون يوان شينس مصدوم من الهبل ده وبيكون مصدوم حرفيا. هو بيتكلم في نفسه استعمال قصتي انا من اجل الهامي انا، انت فعلا تريد ان تاخذ الموضوع بعيدا اليس كذلك. بيكون بيتكلم في نفسه. بنشوف الكمبيوتر اللي بيكون مكتوب فيه لم يتم العثور على خادم منتديات للزراعه المتفجره للذهب. بيكون معنى الكلام ده ان الموقع اختفى. بيتكلم التخين في نفسه ما الذي جرى، ما به هذا الموقف. وبيتكلم شينسي هل هذا انقطاع في الانترنت. فجأة بيقربوا منه الاتنين وبيقول له التخين وبيقول له انتظر هناك نافذه منبثقه. بيكلمه ابو شعر بني وبيقول له اشاره الواي فاي على هاتف ممتاز ولا يزال بامكاني مشاهده مقاطع الفيديو، انتظر دقيقة لا يمكنني تسجيل الدخول إلى منتديات من هاتفي أيضا. وبيتكلم يوان شينس في نفسه إنها ليست مشكلة في الشبكة، يبدو أن المنتدى قد تم حظره. وبيفتكر تشي من الفرقة الخاصة وبيتكلم في نفسه هل يمكن أن تكون تلك السيدتين اللتين رأيتهما من قبل في المدرسة هما السبب. وجا بيطلع يجري من المكان. وبيتكلم مع أصدقائه وبيكون يوان شينس بيجري على آخره بيقولوا إنه سوء فهم ماذا حدث لك يا شينس. بيكلمه وهو بيجري ومتعصب على بيقول لهم لدي شيء لا أعتني به سأعود بعد قليل. ويكون بيجري وسط صرخات أصدقائه واللي بيكونوا بيكلموه بكل حزن وبيقولوا له شينس تريد التخلي عنا مجددا. في الاثناء دي بقى كنا بنرجع له اللي بيكون بيركض في المدرسه. هو ماشي بيلاقي الواد اللي كان بينضرب اخر مره شفناه في الفيديو اللي فات. بيكونوا المتنمرين بيضربوه بيقولوا له انت عباره عن كيس لحم مي كيف تجرؤ على اخبار. وبيتكلم الزعيم بيكون يوان شينس واقف قدام المتنمرين بكل ثقه لماذا انتم هنا مجددا. وبيكون الواد بيستغيث بشينس وبيقول له زميلي في الصف شينس يساعدني. بيكون بيبكي على اخره وبيقول له ساعدني ولكن وفجأة بيسيبوا شينسو وبيمشي. آسف فليس لدي وقت الآن. وحرفيا صدمة بكل المقاييس. فأنت حرفيا لو حصل لك موقف زي كده في حياتك لازم ما تيأس وتعتمد على نفسك وما تسمعش أي كلام حد إلا نفسك. وبيتم ضربه بطريقة بشعة. بيكلمه المتنمر بقى وبيقول له هل كنت تعتقد أن يوان شينسي سيظل يساعدك دائما. بيكلمه من تاني وهو بيدوس على ظهره بكل قوة
يعلم الجميع أن هذا الرجل لا يهتم إلا عندما يشعر بذلك، إنه مجرد مجنون. وبيكلمه بقى وهو بيضحك: إذا كان في مزاج سيء يوما ما فقد يضربك أيضا يا فاش. بيكون يوان شينس بغادر المكان وتصرخات زميله. في الأثناء دي بقى كنا بنروح ليوان شينس واللي بيكون تعب من كتر الجري وبيتكلم في نفسه: لا يجب أن تكون قد ذهبت بعيدا، أليس كذلك؟ بيكون متعب من كتر الجري وبيستخدم عين الكشف وبيسمع الناس وهي بتتكلم، وبعدها بيخفي أفعال المهارة وبيتكلم في نفسه: اللعنة لقد ذهبت. إذا تم إغلاق موقع عذراء يومي فهذا يثبت أن قوتهم يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لي. بيمسك القلادة بتاعته وهو متضايق على آخره وبيتكلم: أنا بحاجة لمعرفة هويتهما، خلاف ذلك سيحيد بشدة من قدراتي على الكتابة، وأخشى أنني لم أعد سأكتب في الأسطورة الحضارية مرة أخرى. وبيتكلم حرفيا وهو يائس إذا وصل بي الأمر بحيث لا يمكنني تمديد فترة حياتي بعد الآن. بيكون الموقع مفتوح بقوة اللاعبين رفيع المستوى. بنروح لمكتب الأمن العام لمدينة جيان واللي بتتكلم واحدة مع الرئيسة تشي وبتقول لها: الرئيسة تشي، وفقا لطلباتك من أجل منع وقوع المزيد من الضحايا قمنا بإغلاق منتدى فبتقول لها: أحسنت. وبتكمل كلامها وبتقول لها: ماذا عن الموقع؟ فبترد عليها وهي متوترة: حاولت مع إدارة الشبكة لكن لا يمكننا إغلاقه أبدا. فبتفكر القائدة وبتقول: يبدو أن بعض القوائد هي التي تقوم بحماية الموقع. وبتكلمها وبتقول لها وهي مش مهتمة: اخلوا تلك المنطقة حالا، اجعلوا جميع زملائكم يخلون ذلك المبنى. وبتتكلم هي بكل ثقة وبتقول: الليلة في منتصف الليل سنحاول إغلاق ذلك الموقع. في الأثناء دي بقى كنا بنروح بعد القائدة ما غادرت المكان، بنروح للموظفين اللي بتتكلم واحدة منهم: من تكون تلك الضابطة بحق الجحيم؟ فبترد على رئيسة العمل: إنها الرئيسة تشي من الوحدة الخاصة. وبتكلمها وبتفتكر في حالات الانتحار وبتقول لها: سلسلة حالات الانتحار التي كنت أتعامل معها يتم الاستيلاء عليها من الوحدة الخاصة. بتشرح لنا واحدة من الضباط دول وبتقول: الوحدة الخاصة هي قسم مباشرة يتم قياده من قبل أعلى المناصب في مكتب الأمن العام، إنهم متخصصون في التعامل مع الحوادث الغريبة غير الطبيعية التي لا يستطيع مكتب الأمن العام حلها، وهم في غاية القوة والسرية. ترد على ضابطها من تاني وبتقول لهم: على أي حال إنه أمر من القيادة العليا، علينا فقط أن نتعاون. تنتهي بينا الأحداث للساعة 11:55 بالليل قبل منتصف الليل ب5 دقائق. وبتكلمها السكرتيرة وبتقول لها: الرئيسة تشي، هل من الخطير حقا حظر الموقع مباشرة؟ وبترد عليها وبتقول لها: كم من يوم تم تدريبي؟ وبتكلمها السكرتيرة وبتقول لها: 3 أيام. تكلمها من تاني القائدة وبتبحث على الكمبيوتر. مجرد التفكير في أنهم أرسلوا مبتدئة عديمة الخبرة مثلك تكون السكرتيرة محروق. بتكون وصلت الساعة للساعة 11:56 وبترد على السكرتيرة وبتقول لها: آسفة أيتها الرئيسة تشي، لم أقصد إخفاء حقيقتي أنني جديدة هنا، أعتقد أنك على معرفة بذلك. بترد على الرئيسة وبتقول لها: انسلام، يبدو أن هؤلاء المساعدين ذوي الخبرة من الوحدة الخاصة قد تم إنهاكهم بالفعل. كلمة الرئيسة من تاني وبتقول لها: ألا أخذت دورات عن الأشباح، أرواح الموتى فجأة والشذوذ؟ وبترد عليها بالإجابة: الأشباح أولئك الذين يموتون بسبب مأساة أو يموتون بشكل طبيعي، هم عموما غير ضارين وحتى خريحين، عادة علينا مساعدتهم حتى المضي يقودهم. كلام السكرتيرة: أن نطهرهم تطهير. وبتكمل كلامها: لكن الأرواح تتشكل من خلال الجمع بين الاستياء المستمر والروح التي لم تتبدد بعد. إذا كنت قويا بما فيه الكفاية يمكنك القضاء عليهم مباشرة، وإن لم تكن قويا بما فيه الكفاية عليك أن تحاول الهرب ثم تطلب المساعدة للقضاء عليه. أما الحالات الشاذة أنا كل ما أعرفه عنهم أنهم غير قابلين للحل بالنسبة للبشر ويكون شكلهم مروع جدا. كما كلمات السكرتيرة متحمسة: لكنني أعتقد أن جميع المشرفين يمكنهم بالتأكيد القضاء على هذه الحالات الشاذة. كلمها القائدة بكل غموض وبتقول لها: الحالات الشاذة ليست فقط غير قابلة للحل للبشر بل هي أيضا خالدة. فقط الحالات الشاذة يمكنها التعامل مع الحالات الشاذة أو قتلهم، وشكلنا مش فاهمين أي حاجة. كلمها من تاني: وماذا عنا نحن البشر؟ يمكننا فقط محاولة معرفة قواعد الحالات الشاذة التي تقتل البشر، ونحن نسعى جاهدين لتجنب أن يتم قتلنا، وإيجاد قواعد للحالات الشاذة التي تقتل بالبشر تم حصرها في منطقة معينة. هل تعرفين لماذا تتلقين 3 أيام فقط من التدريب وتم إرسالك لتكوني مساعدتي الخاصة في الوحدة الخاصة؟ وبتكلمها من تاني وسط صدمة السكرتيرة: لأنه عند التحقق في الحوادث الشاذة ستواجهين كل أنواع الاستياء الغريب، وأقل خطأ يمكن أن يؤدي لموت. يستخدم ما يسمى بالمساعدين في الواقع كموظفين للتجربة والخط. يعني باختصار كده أنت
تجربة في ايدينا وفرض تجارب. وبتكون السكرتيرة مصدوم وبتقول التجربة والخطأ. كلمها القائدة من تاني: كان من المفترض أن تختبر اللعنة في مدرسة الشرطة، ولكن بصفتك وافدة جديدة من المستوى الأول لم تستطيع حتى رؤية واحد منه. وبالفعل يوصل العد التنازلي إلى صفر، وبتدق الساعة 12. بيظهر تحذير من الكمبيوتر: هل أنت تراغب في تشغيل البرنامج رغم الحظ؟ بتدوس نعم. وبتكلمها القائدة وبتقول لها: الآن قومي بتحرير قواك النفسية واضغطي على المفتاح انت. يا حلاوة. وبتكون القائدة عملت كل الضغط النفسي ده عشان تستدعي عذراء يوم وتنجح خطتهم المحكمة. تتكلم القائدة وهي مش مبالية بحياتها أصلا: لا تقلق، إذا مت وفقا للعقد تتلقى عائلتك تعويضا قدره 5 ملايين دولار. وبتكون المساعدة إيديها بترتعش خايفة تضغط انت. تكلمها القائدة وبتقول لها: بالطبع يمكنك أيضا اختيار الاستسلام ومغادرة هذه الغرفة وترك الوحدة الخاصة نهائيا. وبالفعل تبدأ تدوس انت وهي بتصرخ على خير. فجأة أول ما بتعمل كده بتتصدم القائدة صدمة عمرها. فجأة بيحصل هزة أرضية في المكان، بينفجر الجهاز انفجار هائل. بتحاول القائدة تحمل المساعدة، بيكونوا الاثنين مرعوبين. بتكون القائدة استخدمت قوتها الروحية وعملت حاجز يدافع عنه. فجأة بتهدى الأوضاع شوية. تتكلم السكرتيرة وهي واقعة على الأرض: هل انتهى الأمر؟ هل هذا كل شيء؟ بنشوف الجهاز واللي بيكون متدمر حرفيا وشاشته ضرب. بتتكلم القائدة: يبدو بأن هذه الحالة ليست مرعبة كما أعتقد. وبتكون المساعدة مصدومة من شكل الجهاز، بيكون الجهاز في حالة صعبة كل شوية بتدمر أكتر. فجأة بتصرخ السكرتير وبتصرخ بشدة. فجأة بنشوف شبح مرعب في الجهاز واللي بيكون مرعب حرفيا. وبتتكلم القائدة في نفسها: لقد فشلنا في إغلاق الموقع، قد يكون هذا تحذيرا غريبا. وبتتكلم السكرتيرة مع القائدة وهي خايفة: أيتها الرئيسة تشي. وبترد عليها وبتقول لها: الدعوة مثير للإعجاب، عليك أن تزيدي من نموك بأسرع وقت ممكن. بتتكلم في نفسها: إذا كان بالفعل تحذيرا غريبا فهو سيء للغاية، وهذا اكتشاف لم يسبق له مثيل منذ إنشاء الوحدة الخاصة. ومع ذلك هل يقوم بتوليد حالات شاذة عقلانية؟ آمل فقط أن أكون مخطئ. واللي بتكون بتتكلم في التليفون: مرحبا يا هونجين. وبنشوف هونجين وهي بتلعب في الالعاب مش مهتمه باي حاجه خالص. وبتكلمها القائده وبتقول لها: احتاج مساعدتك في التحقيق في حادث العذراء يوم. وبتكلمها القائده من تاني: اود ان اجعلك تلقي نظره على الصوره لمكل العيوب. وبترد عليها هونج وبتقول لها: يجب ان تكوني قد سمعت عن ذلك، تسببت تلك الصوره بالفعل في مقتل ما يقرب من 200 شخص. وبتكمل كلامها: وفقا للمعلومات الوارده من مكتب الامن العام فان اي شخص شاهد الصوره سيموت من العذاب العقل بطريقه بشعه. وبنشوف المكان اللي هونج قاعده فيه، ويكون القسم الخاص بيكون الاسم الرمزي بتاعها لانغوسكون. والله اسمها كده. وبتكمل هونج كلامها: ومع ذلك جزيلتي تريدين مني ان انظر اليها، الوحده الخاصه التي تحمل الاسم الرمزي الرنه الحمراء. بتكلمها من تاني وهي بتضحك: يا عزيزتي، على اي حال لا يمكنك ان تموتي بسهوله. وبتكلمها القائده في التليفون وبتقول لها: انا اطلب معروف منك وما زلت غير مبالي، هل ما زلنا زملاء مقربين؟ اذا ماذا عن تعاوننا؟ لقد ظهرت للتو حالتان غريبتان ويمكننا ان نتحقق فيهما مع بعض. وترد على هونج وبتقول لها: انه وضع افضل من مواجهتنا الخوف كل واحدة منا لوحدها. وترد على القائدة وهي بتكلمها في التليفون وبتقول لها: حسن، لكن عليك المجيء والتحقيق في مسألة عذراء يومي اولا، هذا الامر خطير للغايه، انا لا امزح معك. بتتكلم القائده وبتقول: على جميع اعضاء مكتب الامن العام ان يتجمعوا، هذا كل شيء في الوقت الحالي. بتتكلم بقى القائده وبتصرخ: لقد وافقت بسرعه كبيره ما هذا بالضبط. في الاثناء دي بقى كنا بنروح قبل 10 دقايق من دلوقتي وبنشوف بطلنا يوان تشينسي واللي بيتكلم في نفسه: تلك السيدتين غادرتا المدرسة للتو في فترة ما بعد الظهر، وتم بعدها إغلاق المنتدى على الفور. يبدو أنهم قد فعلوا ذلك من أجل منع الانتشار واسع النطاق للأسطورة عذراء يوم. بعدها بيفكر في نفسه نشر، وبيكمل كلامه وبيفتح كتاب الأسطورة الحضارية لنرى ما فيما يتعلق. إذا كان بإمكاني منع الاتصال مباشرة بالموقع سأعرف ذلك من خلال التحقيق على التعليقات في المفكرة في منتصف الليل. بيكمل كلامه في نفسه: من خلال وجهة النظر هذه يمكن أن تكونا منتميتين إلى إحدى المنظمات التي تتعامل مع الأحداث الغامضة، وهذا أمر مزعج. لم أعتقد أن مثل هذه المنظمة موجودة بالفعل. وبنروح لصوت المنبه اللي بتكون دقة الساعة بالفعل، بيظهر على الشاشة قوة جبارة واللي بتكون مظلمة ومن عالم السفلي المشؤوم. وبيتكلم يوان تشينسي في نفسه: لما يتم حظر الموقع إذا بيفتح كتاب الأسطورة الحضارية. محرك البحث بايدو، القسم الخاص لمدينة جيان، لم يتم العثور على أي نتائج متعلقة بموضوع البحث. بين قوسين، القسم الخاص لمدينة جيان نوصي باستخدام محرك البحث بايد. وبيتكلم شينسي وهو حاضر الكتاب ومرتاح شوية: حسنا، يبدو أنه لا يزال هناك أمل بالنسبة لي. وبيتكلم في نفسه: نظرا لأنهم لم يتمكنوا من منع الاتصال عن الموقع فهذا يعني أنهم في الوقت الحالي لم يجدوا طريقة لكبح فتاة العالم السفلي تلك بقدراتهم الحالية. بيفكر في نفسه من تاني:
لكن ما العلاقة بين هذا القسم الخاص وتلك السيدتين؟ فجاء بيلغي تفكيره وبيبحث عن الكمبيوتر. بيتكلم شينسي في نفسه وبيبحث عن كمبيوتر. في الواقع لا يمكننا العثور على أي معلومات حول القسم الخاص لمدينة جيان. وبالفعل في الوقت ده كان باحث وما كانش لاقي أي حاجة تقريبا. فجاء بيفكر في نفسه وهو متضايق، كما لم يتم إجراء أي محادثة تخص موضوع القسم الخاص لمدينة جيان، سواء في منتديات الرئيسية أو في مواقع التواصل الاجتماعي. بيكمل تفكيره أيمن على الكرسي وماشي. على أي حال لا يمكن الاستخفاف بأمرهم أبدا. إذا كنت أرغب في الاستمرار والبقاء على قيد الحياة فلا يمكنني السماح بأن تكون الحالات الشاذة التي أصنعها تصبح معروفة من قبله. فجاء بيتنهد وبيقول يجب أن أستمر في تعزيز قوتي الروحية. فجاء بيقعد على السرير وبتحاول تلتقط الكتاب الظلامية، لكن في المرة الأخيرة التي زادت فيها قوتي الروحية وصلت بالفعل إلى حدود جسدي. بيكمل كلامه وهو بيستعد عشان يعمل حاجة في الكتاب. أتساءل عن نوع الحالة التي سيختبرها جسدي هذه المرة. لا داعي للقلق بشأن ذلك الآن، حان وقت التعزيز. وبالفعل بنروح لسجل الأسطورة الحضارية واللي بيكون عمره زاد وإحصائته كلها زاد. بيبدأ بالفعل اللي هو يزيد قوته الروحية وبيتكلم بقى بكل شر. القوة هي الضمان الوحيد للبقاء على قيد الحياة. فجأة بتظهر قوة جبارة واللي بتكون قوة جبارة حرفيا. بيظهر ضغط كبير في المكان. فجأة بيبدأ يصرخ بطريقة بشعة وبيكون بيتألم بشدة. بيكون بيحاول يفهم قوته الروحية ويوصل لأقصى حدود. فجأة بعد ما بيخلص الحاجات دي كلها بيتكلم وهو مصدوم. إن جسدي أصبح مختلف، يبدو كأنه يتوسع. يمكنني في الواقع أن أشعر بوضوح بزيادة في القوة الداخلية في جسدي واللي بيكون متعرض. وبنشوف الكتاب القوة الروحية زادت بنسبة نقاط الخير والشر 100 نقطة. فجأة بيظهر كلام بكتابة مختلفة. الطاقة الخارجية من المستوى الأول سهلة الإزاحة، تم نجاح فتح الختم التحديد. وبيتكلم شينسي في نفسه. لا إنها روح تتوسع وتزداد قوة. يا لها من قوة. فجأة بيطرش رقبته وبيتكلم. بعد التقدم لم تختلف الآثار الجانبية السابقة فحسب، بدلا من ذلك أصبح جسدي أكثر استرخاء وأصبحت حواسي أكثر حدة. فجأة بيلمح حاجة بقوته الجديد واللي بيكتشف طاقة ظلامية طالعة من مكان داخل الخزان. فجأة بيتكلم بكل غموض. لماذا أشعر أن أحد ما يراقبني؟ بتكون وراه عيون عملاق. بيتكلم في نفسه. في الواقع من قبل قد شعرت بنظرات تتتبعني من حين لآخر. بيبدأ يروح ناحية الخزانة ببطء وفي الآخر يعني بيتكلم بقى وبيفتح الخزانة على آخرها. كدت أنسى أن هذا الصندوق تماما ما زال هنا. بيكون مكتوب على الصندوق عناصر هشة يجب التعامل معها بحنية. وبيبدأ يبص على الكتاب وبنشوف شيء غريب بيبص له من داخل الصندوق. بيكون الصندوق عمال يتهز. كلام شمس لنفسه وعمال يهدي نفسه بيقول لماذا أشعر بالتوتر. وبيبدأ اللي هو يشيل الصندوق وبيتكلم وهو بيهدي نفسه ومبتسم. صحيح لقد تم صنعها من قبلي، لذلك لا ينبغي أن أكون الشخص المتوتر هنا. كوني جيدة. وبيبدأ اللي هو عشان يفتح الصندوق واللي فجأة أول ما بيقرب منه بيفتحه بيتصدم صدمة عمره وبيرفض الصندوق برجله وبيكون شيء ما حدا. وبنشوف هياكل عيون قذر واللي بتكون في غاية البشاعة واللي فجأة بتبدأ تتكلم وبتردد نفس كلمات كوني جيدة. وبيكون مشهدها بشع. في الأثناء دي بقى لما بنرجع للصندوق اللي بيكون الوحش طالع منه بيكون عمال يطلع في أصوات وشكله مبسوط. واللي فجأة بنشوف وش بطلنا واللي بيربيه كأنه ابنه بيقول له ذوي العيون الصغير ألن تشاهد الرسوم المتحركة الآن؟ هل تريد وجبة خفيفة في منتصف الليل؟ وبيكون الوحش مرعوب منه ومن كتر خوفه بيدخل داخل الصندوق. بيكلمه شينسي وبيقول له لقد بقيت في الصندوق طوال الوقت، أخشى أنك ستشعر بالملل، ألا تريد الخروج في نزهة؟ فجأة بيبين الوحش وشه وبينعض بطننا بأمي. شينسي بقيت أم على آخر الزمن. أمال حمد الوزير يعمل إيه؟ وصف إن عزيزي المشاهد لا أرغب بالخروج يا أمي. وبيتكلم شينسي وهو بيستريح شوية. يبدو أن هذا الصغير مخيف لكنه في الواقع مجرد طفل خجول. وبالفعل بيبدأ بطلنا اللي هو ياكل قدام الوحش عشان يجي ياكل معاه. ولكن وفجأة بيرن التليفون بتاعه واللي فجأة بيبدأ يستوعب ان التليفون بتاعه بيرن. وأول ما بيفتح المكالمة بيلاقي شخص بيزعل وبيقول له أنت مخطئ بهذا الشأن. فجأة بينصدم شينسي وبيكون اللي بيكلمه في التليفون بيقول له الشخص الذي يدعى بالمرساة يقوم بالكشف عن القواعد التي تقتل من أجلها عذراء النيابية الصفراء. إنه يعلم ما بلا كلال أو ملل رغم كثرة التعليقات من المهووسين على الإنترنت. ويكمل كلام الشخص ده إنه نفس الشخص الذي بدأ النقاش حول الينابيع الصفراء في منتديات يطلق عليه نفس الاسم صلصة دجاج الفتى السحر. ويكمل كلامه الليلة هو سيقوم ببث مباشر عن لقائه مع عذراء الينابيع الصفراء. فجأة بنشوف شكله اللي بيكون مرعب حرفيا وبيقول مهلا هل يمكنكم الانتظار حتى دقيقة أخرى؟ أريد حقا من عذراء الينابيع الصفراء أن تقتل كل الناس الجاهلين. أعلم أنكم قلقين لكن لا تكونوا في عجلة من أمريكا. وبيشاور على الكمبيوتر وبيكون حرفيا
حرفيا مختل عقليا وبيتكلم العرض العظيم على وشك البيض. ونشوف شخص بيتفرج على الكمبيوتر وبيكون الشخص اللي في البث بيقول يقول الكثير من الناس انهم بعد تسجيل الدخول الى الموقع ثم يدخلوا اسماءهم لكن فتاة يومي لم تظهر ابدا، لذا فانا افترض ان فتاة عذراء يومي ليست موجودة على الاطلاق وان هذا مجرد اشاعات. وبنشوف يوان شينسو اللي بيكون هو اللي بيتفرج على الواد ده على الكمبيوتر وفجأة بيبدأ بيضحك بكل شر. انتم مخطئون، هذا لانكم لم تستوفوا شروط اظهارها بعد. اذا كنت ترغب في رؤية العذراء يومي لابد ان تكون تمتلك احقادا نابعة من اعماق قلب ولا خيار امامي. وبيكون بيضحك بكل شر. فجأة بيبدأ يكرر في كلمة معينة بيقول بغض النظر، بيقعد يكرر في الكلمة دي مرارا وتكرار ويبقى عامل زي الاشباح. فجأة بيضحك بكل شر بيكون شكله مرعب حرفيا ويتكلم هذه هي قواعد ظهور الفتاة يوم. بيكون شينسو قاعد بكل هدوء على المكتب وبيتكلم في نفسه لقد اكتشفوا بالفعل بعضا من قواعد الفتاة يومي لقتل الناس، ان هذا حق مثير للاهتمام. وبيكمل كلامه سأكون سعيدا ان استطعتم استدعاء الينابيع الصفراء. وبنروح للساعة 12:30 بالليل ونروح للحي السعيد وبنشوف قائدة الفرقة الخاصة وهونغ معاها. بتتكلم قائدة الفرقة الخاصة وبتقول لدي ما يكفي من الاستياء. بتكمل كلامها انه في المبنى 4 الوحدة 404 في الحي السكني السعيد، تجهزوا لقتل البث المباشر في اي وقت وقوموا بذلك على الفور. وبتكون بتتكلم في سماعة في ودانها وبتكلم بقية الفرق. بتتكلم هونغ وبتقول هل تعتقدين ان ما قاله صحيح؟ وبترد عليها وبتقول لها ذلك الامر ممكن جدا. وبتكمل كلامها وبتقول لها قبل بضعة ايام قامت الوحدة الخاصة بتجربة عاجلة على العديد من المجرمين لكن فتاة يومي لم تظهر بعد، وفي ذلك الوقت وجدت ذلك امرا غريب. الان يبدو ان الاستياء في قلوب هؤلاء المجرمين لم يكن بالقوة الكافية. فجأة بتتكلم القائدة الهونغ وبتقول لها هم بيعملوا خطة، هذا الفتى يبدو انه بالفعل قد فهم قواعد عمل العذراء يوم. بتكمل كلامها القائدة وهي واقفة قدام المبنى على الرغم من ان الناس العاديين لا يمتلكون اي قوة روحانية لانه لا يمكن الاستهانة بهم ابدا، اولئك الذين يمكنهم فهم قواعد الحالات الشاذة في جرائم القتل والبقاء على قيد الحياة من بينهم. كمان كلامها بتشير لاشخاص اقوياء غالبا ما يكونون هم اقوى من بعض المراقبين ذو القوى الروحانية العالية. وبنرجع للمجرم الاهبل ده واللي بيتكلم بعد قول الكثير من الاشياء على ان الكثير من الناس ما زالوا لا يصدقونني، بعد ذلك سأريكم كيف يتم ذلك بشكل كبير ومباشر ايضا. وفجأة بيضحك بكل شر وبيتكلم كونوا مستعدين جميعا وبيضغط انت. وجا بتبدأ تظهر له شاشة دموي وبتقول انا هنا للتخلص منهم من اجل. وبتظهر تعليقات كتير عن الموضوع ده وبتكون تعليقات بالعبيط. وفجأة بيضحك وهو مبسوط لقد نجح الامر حق. وجا بيجي له رسالة من تليفون واللي بتكون متجر ديانهو. فجأة بيخبي التليفون على الكاميرا وبيقول لن نريكم هذا الآن، انتظري لحظة ستتمكنين من رؤية عذراء الينابيع الصفراء عما قريب. فجأة بيبص وراه. فجأة بتظهر هلاوس على دماغه واللي بتكون هلاوس شديد. فجأة بيبقى مرعوب جد، بيكون مرعوب تمام. يتكلم الآن هذه هي اللحظة المنتظرة. فجأة بيأكد على الرسالة بيقول فتظهر المعجزة الآن. وبالفعل بيتكى تسليم الرسالة. وأول ما بيعمل كده تتدمر الشاشة حرفيا وبتكون مشوشة. واللي فجأة بتظهر شوية من التعليقات كل الاتصال قد انقطع. بيكونوا بيتكلموا هل يمكن أن تكون كل هذا من عمل تلك الفتاة يومي؟ تنتقل بنا الأحداث لبطل واللي بيكون فاتح كتاب الأسطورة الحضارية وقاعد وبيتكلم في نفسه على انقطاع البث المباشر. والفجأة بتضلم الدنيا من حواليه وبيبدأ يفتح الكتاب ببطء وبيتكلم بيفكر في فكرة جديدة يكتب. وفجأة هو قاعد في الأمام بتاعه بيحصل صدفة بيتكلم يا ذوي العيون الصغيرة هل هذا أنت؟ واللي فجأة بيبدأ يتغير المكان وبتظهر رجلين غريبة واللي بيبدأ يظهر هيئة شاذة واللي بتكون على هيئة شبح شيطان واللي بتظهر ورا بطل واللي بيبص وراه على طول واللي بيلاقيها بتنط فوق دماغه بتقول له تعالى لي يا روح بابا. وزي ما قلنا بتكون استجابة لرسالة الراجل ده وبتقضي على جميع الأشخاص. بيكون الدور على بطلنا يعني بيكلمها هو بكل ثقة وبيقول لها هل هذا أنتي؟ والفجأة بتبدأ تقرب منه بيكون شكلها بشع واللي حرفيا شكلها بشع وبيخوف. واللي بيتكلم وبيقول أيتها الفتاة يومي لماذا أنت هنا؟ لكن لماذا ذلك؟ بتكون خلاص هتخلص عليه